وده بجد اللي بيدمرنا دايما. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في رمضان كل سنة بفضل ادور على فيديوهات ازاي اذاكر في رمضان، روتين لاقصى انتاجية في رمضان، ازاي اذاكر اكبر عدد ساعات في رمضان، وببني كل خططي على اساس اني اخلص اكتر كمية مذاكرة وانتاجية وكل حاجة في رمضان. وكنت دايما برضو بفضل مستغربة ايه ده، ايه المذاكرة لسه صعبة كده، ليه طلعت من رمضان وانا مثلا متراكم عليا مذاكرة لسه مش عارفة اخلص المذاكرة اللي عليا، ليه مش قاعدة انجز في رمضان دايما احنا بنقع في غلط ان احنا بنفضل دنيتنا على ديننا، ونقرب من ربنا بنية ايه، نحقق لنا اهدافنا، نبدأ نصلي يوم الليل ونقرأ قرآن علشان ربنا مثلا يخلينا الأوائل، يحقق لنا الدعوة، يجيب لنا فلوس، يعمل لنا اللي احنا عايزينه. أنا عمري أصلا ما شكيت إن دي حاجة غلط إلا لما عدت سنين والأهداف الكبيرة اللي كنت حطاها لسه ما اتحققتش، طبعا علشان ربي سبحانه كريم. ايه اللي حصل؟ اتحققت الأهداف الصغيرة، لكن ما زلت كنت حاسة إن لسه في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة. ساعتها بالصدفة مريت على فيديو وعرفت ايه الغلط، النية والأولوية. احنا دايما بنحط الأولوية الأولى الهدف، علشان كده بنقرب من ربنا عجبا لينا بجد. المفروض ان احنا نحط الهدف ربنا، وعشان كده نسعى ونحاول نذاكر علشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى اللي امرنا بالسعي. الغلطه اللي اغلبنا بنعملها ان كل رمضان بنحط الهدف ايوه التقرب من ربنا، لكن بنركز اكتر على ايه، على المذاكره ووقت المذاكره وهذاكر امتى بعد السحور ولا الفطار ومش عارفه ايه. وجد ده غلط جدا. ونسعى لاهدافنا ونحط اهداف ونشيل من قلوبنا تماما التعلق بالاهداف. نبدا نمشي بمبدا لو جت الاهداف دي تحفه واو، لو ما جاتش تحفه واو برضو والحمد لله. ونشكر ربي اللي دايما معانا وواقف معانا دايما. لازم تحس بالكمال اللي عندك عشان تحصل على اكتر. احنا متعلقين جامد بالاهداف دي، بالمذاكره دي، حاسين لو ما جبناش الدرجه اللي احنا عايزينها دي حياتي خلاص، حياتي اوفر. حاسين لو ما حققناش الهدف اللي احنا حاطينه ده حياتي خلاص ما بقاش ليها معنى، وانا مستحيل اقدر اعيش بدون ما احقق الهدف ده او احصل على الحاجه دي. وده بجد اللي بيدمرنا دايما. وساعتها اصلا طول ما انت مركز على الهدف ده وحاطط كل حياتك عليه مش هتحصل عليه غالبا. دي الحاجه اللي اتعلمتها قريب، اني احط دايما في قلبي رقم واحد نمبر 1 هو ربنا، ان انا ارضيه وان انا اعمل كل حاجه بس لاجله، مش لاجله ان هو محتاجنا. حاشا لله، ربنا مش محتاجنا، لكن تنفيذا لامر ربي اللي هو ليس الانسان الا ما سعى. لما تحط نيتك اصلا رقم واحد ربنا وان انت تحاول ترضيه، ساعتها كل هدف اديلك سنين تعاني ان انت تحصل عليه، او كل هدف الدنيا مقفله في وشك مش عارف تحصل عليه وكنت فاكر خلاص مش هيجي مش عارفه ايه، فجاه هتلاقيه هو جاي يجري وراك. ما تسالنيش ازاي بس ده بيحصل. خلي كل نيتك هي رضاه، وصدقني هتشوف العجب انه لطيف يا جماعه. في رمضان ده قررت اعمل حاجه مختلفه، هحط اولويتي القصوى ان انا ارضي ربنا، ثم نمبر 2 هو المذاكره والسعي وكده. حتى لو كان عندي امتحانات او اي حاجه، نمبر 1 دايما في كل الاحوال هي ربي، ثم ياتي بعدها السعي. خلي تركيزي مش لا هذاكر مثلا من بعد العشاء لحد السحور وبعدها هصلي كمان، لا احط تركيزي اعمل العباده دي امتى، العباده دي امتى، وفي الوقت اللي في النص هو ساعتها بقى الوقت اللي هحط فيه المذاكره. هحط فيه المذاكره والسعي، مش هحط الاولويه لا المذاكره الوقت ده الكذا الوقت ده ثم في النص قراءه قران، لا هعمل العكس. خلي قراءه قران الوقت ده وذكر ربي الوقت ده، وفي النص بقى هي المذاكره. ملحوظه، انا لسه بادئه تخطيط في سادس يوم في رمضان يا دوب. لو انت لسه ما بداتش عادي اتس اوكي، قوم حط حالا وده المهم. اتس نيفر تو ليت. خلينا نحط كده مع بعض ونشوف هيطلع ازاي. انا مؤخرا اكتشفت دي على في انكي ان جدول العادات ده، فانت كل يوم طبعا انا مكنتش ملتزمه قوي بس كل يوم بتعمل حاجات بتنور اخضر، كل يوم بتعمل انكي. الايام اللي مش داعم فيها بتكون بيضاء. عشان كده هحاول اعمل نظام زي ده في ورقه وانا اصممها بحيث اني التزم بالعادات. حاساها فكره جميله. هعدل ورقه العادات اللي عندي دي واعملها بحيث اقدر اضيف شبهه في الورقه. صراحه حسيته نظام حلو، يعني بيخليك ايه عايز تكمل المربعات. فانا اصلا عامله ورقه العادات دي، يعني هي كانت جاهزه بس انا عدلت عليها تعديلات كتير بحيث تتناسب معايا، وبطبعها كل اسبوع وبكتب فيها مهام كل اسبوع. فهعدلها بحيث اقدر اضيف دي فيها ونشوف مع بعض لو هعرف اعملها ولا لا. يلا بينا مع بعض. اوكي جبت الكشكول. انا احب اخطط في الكشكول ده وانا صراحه جعانه، بس ايه نيه خليها الجوع ده نيه لاجل ربي، نيه عشان اسعى لربي. كل سنة بتخلص بقيت بس. صراحة انا الموضوع ما كانش اللي هو حاجة اللي هو متحمسة ليها قوي، بس قلت يعني دي الحاجة اللي لازم اعملها. فلكن دلوقتي وانا قاعدة اخطط حاسة سجوي اللي هو
انا ماشيه برضو بمبدأ، يعني ده الجدول الاولي. عايزه اكتب الاسباب ليه انا عايزه رمضان ده يكون مختلف. انا ماشيه بمبدأ ايه، ان مهما قعدت تخطط في جداول وتعمل it's never gonna be perfect. اللي هو ده الجدول الاولي. تمام، جربوا ان شاء الله من النهارده، اللي هي الحاجات اللي اقدر اعملها النهارده، عشان right now or never، لا تؤجل العمل اليوم الى الغد. الجدول طول ما هو محدود، طول ما انت قاعد تجربه هيكون في مجال للتحسين. هتلاقي في وسط ما انت في الرحله في حاجات لا دي مش مناسبه معايا هغيرها، لا دي مثلا نفعت، دي مش عارفه ايه. هتلاقي نفسك الجدول طول الطريق طول الطريق قاعد تعمله تعديلات تتناسب معاك اكتر وتخليه مثالي ليك اكتر. فانا ماشيه بمبدأ ده. فده حاليا جدول اولي، وهحاول اعمل ورقه العادات وليتس جو. I love this so much. مع اللي مش متابعني انستجرام، تعالوا انستا. مثلا قيام الليل، حتى لو هصحى قبل الفجر بنص ساعة بس واصلي ركعتين قيام الليل بس، اهم حاجة فعل قيام الليل ده انت عملته. مش مهم بقى يعني ايه كتير قد ايه ولا حاجة قد ايه، لان انت لو مش متعود تعمل الحاجة دي لما تحطها كتيرة، زي مثلا انك تقرأ قرآن ساعتين مش عارفة ايه، غالبا هتمشي عليها يوم يومين وخلاص، لان انها بتكون صعبة. فانت خليها سهلة جدا بحيث ان نفسك تقول ايه التفاهه دي، انا خلاص هعملها. جهزوا قائمه دعواتكم يا جماعه. هجهز قائمه دعواتي واقولها في قيام الليل ان شاء الله. تاني حاجه القران. هو الاغلب بيتسابق على مين يخلص قران اكتر، مين يختم اكتر في رمضان. بس انا صراحه عمري ما فهمت الحاجه دي. يعني انا ان انا اقعد اقرا قران، يعني اقرا قران بسرعه بسرعه بسرعه، اني بقرا راب قراني، استغفر الله، بتسابق مع حد وكده. ايه الفايده؟ انا عايزه افهم كل آية. طبعا كل واحد ليه تفضيلاته، بس أنا شايفة دي كده. عايزة أفهم كل آية جت ليه، وربنا بعتها ليه، وإيه تفسيرها، وقصده إيه بالكلمة دي، وإيه الرسالة اللي ربنا عايز يديها لي أنا من خلال عيني تتدبر في الآية دي. عشان كده أنا مش هحدد كمية، أنا هحدد وقت. قراءة قرآن مثلا نص ساعة في اليوم زي ما قلت، متخليهاش كتيرة أوفر إلا لما تبني العادة دي علشان تقدر تستمر عليها. وبعدها ابدأ بعد ما تتكون عندك العادة دي قرآن أي شيء، ابدأ زودها سنة بسنة. نص ساعة مثلا، 10 دقايق بقت ربع ساعة، ربع ساعة بقت نص ساعة، and so on، عشان تقدر تعملها. خليها سهلة عشان تقدر تلتزم. ثالثا الذكر. رابعا صلاة السنة. خامسا إني أكون مبسوطة طول اليوم. يعني أنا أحس هو الإسلام مش دين أفعال بس، أحس الإسلام دين حاجات داخلية برضو. إني أكون مبسوطة طول اليوم، ما تعصبش على حد بسبب جوعي. انا عارفه صدقوني، انا عارفه. اني اكون حليمه واخلص النيه لربي في كل حاجه بعملها في اليوم لاجل ربي. حاشا لله، ربنا في غنى عننا، لكن قصدي فاهمين اللي هو تنفيذا لامر ربي. وهمسح لسه بقى قد ايه على المغرب من كوموسي. ان احس رمضان ده فرصه ان احنا نثقل عقلنا فيه، نثقل our mentality، الحاجه الصعبه اللي بالنسبه لنا. لا ده شهر احسه شهر الانضباط والذكر ربي. طبعا شهر من حيث شخصيتك، احسه بشخص بيعلمك الانضباط، تنضبط. عايزه استغل ده ومش هقعد طول الوقت لسه مش عارفه ايه. طب انت اوريدي صايمه، انت اوريدي خلاص في الفعل وقاعده تعملي الحاجه، ليه قاعده مش عارفه ايه؟ لا، استمتعي بالحاجه اللي بتعمليها. شوف نفسك انت قد ايه قوي وما شاء الله عندك قوه اراده ان انت بتصوم تقاوم الاكل، فما تضيعش ده وتبوظ ده. ياه لسه بقى قد ايه تعبت. انت هتعملها كده كده في الحالتين. مؤخرا ماشيه بمبدا اللي هو I love this so much. هو انا اللي مخترعاه صراحه، ان كل حاجه بعملها اول ما احس ان هي صعبه I love this so much، واحاول افتح عيني على الحاجات الجميله اللي في الحاجه دي اللي انا عميت نفسي عنها، لاني قاعده اركز قد ايه الحاجه دي صعبه، واقول انا بعمل الحاجه دي لاجل ربي حتى لو كان صعب. اتدبر في كل حاجه ممتعه فيها واستمتع بيها بما اني بعملها، وكده اصلا ده هيخليك تحب تعملها بعد. انت كده بتدي لنفسك دفعه دوبامين. بجد جربوها زي السحر وهتغير لكم حياتكم. طبعا التراويح، وزي ما قلت لكم هحط بقى الاوقات اللي في النص بقى. يعني انا كده حطيت هدفي الاولوي وحطيت جدولي على اساس ايه، ربي والدين. هحط باقي الحاجات بقى في النص زي المذاكره، القراءه، مونتاج، كل حاجه في النص. لقيت اني كده خليت هدفي الاول ربي والباقي هي الدنيا. الله اعلم بقى ايه صح، وربنا يهدينا جميعا، لان بجد الاسلام ده حاجه جميله جدا. كيف اغير فيه؟ بغيره من تطبيق رسم، بحس مرتاحه بيه، فهسيب دي زي ما هي. عايزه اعمل ايه؟ انا كنت حاطه هنا هو هدف الاسبوع واني اعمل كذا وكذا، وعملته ولا لا، لكن انا لقيت ان ده غلط. والمفروض المهم مش النتيجه، المهم العاده نفسها. فهعمل هنا عادات I don't know. بصوا هنحاول مع بعض. اوكي، دلوقتي في مشكله في ورقه اسبوع، ورمضان ده شهر، فانا مش عايزه صراحه اعملها عادات اسبوعيه هنا، ولا خلاها عادات اسبوعيه. خلاص نخليها عادة اسبوعية، عشان لما تحسها شهري كده ممكن تستثقل الموضوع، بس خليها اسبوع بحيث كل اسبوع تحتفل بانجازاتك. اول حاجة انا هخفي دي، مش عارفة انتوا شايفينها ولا ايه. وبخفي البرين دامب دي، ممكن اعملها في اخر الورقة، ظهر الورقة وخلاص. ده انا كنت عاملاها بنية اني اكتب ايه الدروس المستفادة اللي استفدتها من الاسبوع ده، او ايه افكاري، مشاعري، اي حاجة كده تيجي على بالي راح اكتبها. 2000 years later. اوكي خلصت. يعني ايه،
بس كده يا جماعة، عشان اصلا المكتبة قافلة دلوقتي، فانزل بعدين في الليل ان شاء الله اطبعه. فيا لو عايزين نسخة الورقة دي اكتبوا لي في التعليقات وانا هحطها في التعليقات. Let's improve me together. Okay, so I printed it out. ويعني كده الاسبوع الكام، عشان انا ماشية بالخطط ل 12 اسبوع اللي هو 3 شهور مش للسنة كاملة. هنا اتلوثت. هنا المهام الاسبوعية. هنا المفروض هكتب اي افكار وفي ظهر الورقة. هنا تقييم الاسبوع، يعني كل الحاجات اللي كنت حاطة هعملها وعملت كام منها وطلعت كام في المية في الاخر. وهنا بقى ده اللي انا عملته، ده زي نظام انكي. فهكتب هنا الحاجات اللي انا عايزه اعملها. انا سايبه المربع الكبير ده علشان ايه، احط في الاخر النسبه في المية، عملت الحاجه دي بنسبه كام في المية خلال الاسبوع. ايه رايكم في دي؟ anyway كتبتهم. فهي باختصار زي مثلا هنا نهايه الاسبوع، كل يوم اعمل حاجه المفروض هعلم هنا، بس انا ناويه الونها زي كده مثلا كده. وبعدين في نهاية الأسبوع هكتب هنا نسبة كام في المية، يعني لو في مربع ما عملتوش ممكن تطلع 80% 70%، فاكتب عملت كام في المية. ويب that's it. ملحوظة: خليك دايما عارف انك لو جيت في يوم ولقيت نفسك مصحتش من النوم عشان تصلي يوم الليل، لقيت نفسك راحت عليك حاجة، ما تلومش نفسك. sorry about the noise. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن ازاي تتعامل مع لحظات الفشل، انا عامله عليها فيديو وبجد هيفيدك، هتلاقوا في صندوق الوصف وفوق هنا. برو، انت انسان، والانسان بطبعه خطاء. انبياء رضي الله عنهم بنفسهم اخطأوا. اذا كان ربنا غفور رحيم، انت ليه هتلوم نفسك؟ سامح نفسك وقوم وكمل مره تاني. انت ايه حجتك بجد؟ كل لين مع نفسك. وعلى قولة بابا اللي فات، ما ترمي ده كله وراك right now or never. المهم هي اللحظه الحاليه اللي انت فيها. يا جماعه كنت عايزه اقول حاجه: ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. برضو عن عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يعني انت هتعمل شويه قليلين، نص ساعه قران، ركعتين قيام الليل، لكن احسنها. اعمل الحاجة قليلة واحسنها، ما تعملهاش كتيرة ومكروتة. مش ده المهم. النية هي اهم شيء. ركز على قلبك، ركز على مشاعرك، اعمل الحاجة بكل ضمير حتى لو هتقرأ 5 آيات فقط. ان ربنا ما طلبش مننا كثرة العمل، ربنا طلب مننا ان احنا نجيد العمل، نحسن العمل. فاهمين؟ خليها الحاجة سهلة وفي نفس الوقت ما تعملهاش بكروتة. والجملة دي انا دايما اقولها في القناة: لو مش مهم تعمل قد ايه، المهم ان انت عملت الحاجة وتحسن العمل وتجيده وتخليه بنية طيبة وتحب العمل وتستمتع بيه وتحوله من صعب لسهل. انا مش شخص بيرفكت، وانا مش شخص شيخ، وانا مش شخص اعرف حاجات كتير عن الاسلام. بالعكس، معلوماتي عن الاسلام قشور سطحية، معلوماتي عن الاسلام قليلة جدا، وانا بحاول احسن ده. فبلاش جمبري ما شو. بس انا بحثت شوية بحوث وسمعت فيديوهات وشفت مواقع وعايزة احسن نفسي، وان معي ربي سيهدين. الله اعلم اذا كنت غلط ولا صح، لكن انا مقتنعة بحاجة: ان انت طول ما انت بتسعى وبتحاول تغير نفسك، ربنا هيهديك للصح دايما. ربنا هيهديك ان انت تمشي في الطريق صح، حتى لو انت كنت ماشي بغلط بس انت عندك النية. ساعتها ان معي ربي سيهدين، وهيلفك يوديك للطريق الصح. ف let's do that together. كل هدفنا ان احنا نحاول نتحسن بنية كويسة، واللي يحصل يحصل. فما تعقدهاش وما تصعبهاش على نفسك، وعيش كل يوم بابتسامة. والفيديو ده هيساعدك ان شاء الله، واشوفكم في الفيديو الجاي الجمعة الجاية ان شاء الله. ciao، ما تاني.